متابعيني. اليوم فيديو جديد. اليوم الخميس 13 شهر 6. اليوم متواعد انا واخويا دكتور علاء ابو جعفر نروح لمشاة القراءات، ومن هناك ان شاء الله راح اصور لكم فيديو ونشوف ايش عندهم من نباتات، واقدر اقول لكم ايش تشترون بهاي الايام. يلا وياي. اخويا وحبيبي دكتور علاء ابو جعفر المبدع بالنباتات. اليوم وين متواعدين دكتور؟ والله بالمزارع على القريعات. اي بالصدفه يعني ما عندنا مخططين موعد. اي والله هي صدفه حكينا. صدفه حلوه ان شاء الله. واحنا شويه خلينا نقول حاله نفسيه تعبانه. اي تغيير اجواء. رحم الله والديك. واحنا تغيير اجواء دائما وين مرتبط دائما. اي وين نباتات. نعم. قبل يوم انا جيتني وشربنا شنو هو؟ العصير مال الكجرات. شنو رايك؟ والله يا اخي يمكن اذا اقول لك ما تصدق. اصدق والله. اي انا يمكن صار لي حوالي يمكن شهر عندي اضطراب. اي بعد اي هذا اي قليل. اي ورا ما شربته يعني مو مجاملة. اي ورا ما شربته صار يومين عندي استقرار مو طبيعي. وهسه يعني مو هذا نقول العفو رحم الله والديك. شكرا جزيلا. طبعا حبيبي. هذا كجرات. والله انا شفت فد نوع من التغيير يعني احس بالعافيه بالنسبه كلش عاليه انه بتاثير على المعده. يعني تاثير ايجابي. مو انا اقول هسه كل العلماء. نعم. كل العلماء بالكون نعم. يرجعون للمصادر الزراعيه او النباتيه. نعم. اكثر من المصادر الكيميائيه. احسنت. اشرب حبيبي. شلون ما يكون بها تاثير سلبي. بالعافيه بالعافيه الف عافيه. وهذا انا مخلي اشربه ومكانكم خالي. اخوان اخوات. هذا الحر ما يبرد المعده غير هيك عصاير طبيعيه. كجرات. والله راقي انت راقي والف عافيه. الله يبارك فيك. الله يبارك عاشتي لك. والله ماكو يصعب. مكانكم خالي. لا تنسون هذا الكجرات سووه بالبيت وخليه يبرد يجرش وندعوا لي. يلا هسه احنا رايحين ومن هناك ان شاء الله نكمل. وصلنا المشاة السبع ابكار. اول مسجد دخلت فيه مسجد العايد صاير بعد الوقف مقابل مسجد السلسبيل. ما شاء الله اسعاره حلوه. طبعا اكثر الاخوه والاخوات يسالوني شنو نشتري بهاي الايام. خل اراويكم. هذا ورد الصباح. هذا اللي بذرته مستورده. انا ما احبه لانه العصفور يجي ياكله. هاي الشتله ب500. البتونيه راح تودع فما انصحكم تشتروها. هاي الونقة عين البزون تخبل. هاي الشتله ب500. حلوه بكل الوانها بكل تفاصيلها. هاي تعيش بتربه رمليه. اللي حديقته تربتها رمل خليه يشتري من هاي. واذا تربه طينيه خليه يشتري هذا النوع العراقي. هذا النوع العراقي تزهيره اقل من المستورد، بس هذا يقاوم يعيش تربه طينيه رمليه مالحه اي شيء هذا يعيش. المهم الونقة عين البزون اشتروه شتله ب500. هذا الدنفش شتله ب500. هذا الجوري عراقي كل الوانه الشتله ب1500. سندانه كبيره. هذا الراسقي العراقي اللي انا زارعه بحديقتي اللي دا كثره بالترقيد. ما شاء الله العطر فواح. نبته روعه. هاي يبيعها ب2500. هاي السندانه مالتها يعني هاي الشتله شوفوها. وهاي الاكبر منها يبيعها ب3.5. وهذا السوري. هذا يصير الورده اكبر بس مالتنا ريحتها اقوى. تلاحظون هاي اشجار السبحبح او الزنزلخت. اسمه شوي صعب. الزنزلخت او السبحبح. هاي الشجرة طاردة للحشرات.
سعر الشتلة ب 3000. تقدرون هسه تزرعوها بالحديقة او برا. اتمنى تزرعون هيك اشجار برا حتى تظلل تلطف الاجواء تطرد الحشرات. سعرها 3000. لا تزرعوها بالحديقة ترى توسخ. زرعوها برا حتى وساختها من توقع بالشارع واحد بالماسة حيلمها وفي مال لا. البيزيا كذلك ب 3000. هنا عنده العطرة 750. ايش كبراتها؟ 750. نبات الثلج 500. تخيلوا نبتة ايش قد حلوة. الجعفري ب 500. دم العاشق ب 500. هاي نبتة المستحية. هاي اللي بس هيك نسوي لها تغمض. شوفوا غمضت سبحان الله باع هاي بس حركة تنام باع غمضت ب 500. راح اشتري لي يعني فد واحدة اثنين يلعبون عليها الجهال. هذا متسلق الزعرور قلبي. شوف هذا نبات السباركس او السبرجس موجود عنده وحجمه حلو يخبل ب 1500. دكتور راح تاخذ منها مو؟ ان شاء الله. انا خال منها بالطرمه اذا شايفها خاله بحب يمكن عمرها 20 سنه تخبل. فانصحكم اشتروا من هذا النبات خلوه بالطرمه اللي ما عنده حديقه يتحمل بعيد عن الشمس المباشره. شمس مغربله او تشرق عليه الشمس. نبته بالصيف يوميا نسقيها مره. يوميا حضرتك تعطيها باليوم مره لو السباركيس؟ مرات مرتين. ده تسمعون يا ابو المشتري يقول مرات مرتين. من اقول لكم مرتين ما تقبلون عليه. الروزماري هاي حلوه وكبيره يبيعها ب 2000 دينار. هاي تنفع بالزلاطات بعض الامور هي تخبل. الجاردينيا هاي الهولندي ب 4000 دينار. وهذا العراقي المطعم ب 5.5. هذا باع اثر التطعيم هيانه. دمعة الطفل سندانة كبيرة والنبتة عالية ب 2500. وهاي سندانة شوية أصغر الشتلة ب 1500. الروزماري ب 2000. طبعا دورت على متسلق النسرين ما عنده. ما عندكم متسلق نسرين؟ ما عندهم. هاي التيكوما ب 4000. سندانتها كلش كبيرة. وهاي ب 3000. هاي موردة توها الزهر. هاي اللي يريد يزرع له شجرة بالباب حلوة تزهر هاي اسمها التفيشة. هاي شوفوا وردتها كلش حلوة. هاي ب 4000. هاي ب5 والأصغر منها ب4. نبتة حلوة. أهم شي كل هاي الشتلات إذا اشتريتوها بهاي الأيام يوميا سقي مرتين. هاي الشتلات بهالحر هذا تموت إذا مو يوميا تسقوها مرتين وبغزارة. هذا نبات الزعرور اللي يريد يسوي قوس بالحديقة مدخل الحديقة. نبتة كلش حلوة بيها هاي سندانة كبيرة وحدة اثنين. وهاي الشتلة مالتها وهذا القوس كلها ب 40000. هو بس القوس ب 25. المهم هاي هي وشتلاتها كلها ب 40. هنا عنده متسلق الياسمين الأحمر ريحته تخبل. هاي ب 5000 والأكبر ب7 والأكبر ب10. هذني أنصحكم هسه تزرعوهن. وأهم شي سقي يوميا لا تنسون باليوم مرتين. جيبني اشتريت هذا الكوليوس السجاد. الرجال راعاني حسب لي الوحدة ب 1500. وهاي تراجي العروس الوحدة ب 2000. راح اعلقها برا بالشارع بالقمرية لان جو العصافير ياكلنها. برا العصفور ما يتحارش فيهن يخاف. وهاي السباركس اخذت 2 ب 3000 حلوات. والدكتور هم اشترى شوي شغلات. خلينا نشوف بعد بغير مكان وان شاء الله خير. هذا جاي جديد اسمه ورد الدقمة. فشي حلو. هاي الشتلة مالته شوفوا ايش قد حلوة. ويبيعوها ب 1000 دينار.
وهذا دم العاشق متسلق لون اسود ب1000 دينار هولندي. وهذا الحجي، هذا نسيبي، هذا مرتع الزاويه. على الذهب تاج راس. الله يحفظك. وهذا الورده ابن اخوي، شو اسمك انت عمو؟ هذا كرار الورد. خاف تجون، اسعارهم حلوه، صايرين بصف مشتل اعالي دجله، يعني اللي بعد شويه تمشون لي جوا. مشتل زهير. هذا ورده مال الله. انت الذهب تاج راس. يدول عينك. الله يحفظك. يسلمك الله. يلا انا راح اخذ من عندك كم شغله وان شاء الله خير. هذا جاي جديد اسمه ورد الدقمه، فشي حلو. هاي الشتله مالته شوفوا ايش قد حلوه، ويبيعوها ب1000 دينار. وهذا دم العاشق متسلق لون اسود ب1000 دينار هولندي. وهذا الحجي، هذا نسيبي، هذا مرتع الزاويه. على الذهب تاج راس. الله يحفظك. وهذا الورده ابن اخوي، شو اسمك انت عمو؟ هذا كرار الورد. خاف تجون، اسعارهم حلوه، صايرين بصف مشتل اعالي دجله، يعني اللي بعد شويه تمشون لي جوا. مشتل زهير. هذا ورده مال الله. انت الذهب تاج راس. يدول عينك. الله يحفظك. يسلمك الله. يلا انا راح اخذ من عندك كم شغله وان شاء الله خير. اللي حاب يزرع هسه ورد الزينيه، يخبل ويتحمل هذا الصيف كله. ورد الزينيه زين عيني، هو وعين البزون الونقه اللي قلت لكم عليه. هذا عين البزون. هذا الشتله ب500 دينار، حتى بها مجال ب400 يبيعوها. انا هسه بالمشاتل مال القناه. هذا ورد الصباح ب400 دينار. طبعا جيت دا اشتري سنادين من هذا المشتل، ولقيت اخوي وصديقي قصي ابو محمد احد المتابعين. طبعا هو صديقي من سنين طويله، ونقول الحمد لله والشكر. هواي شفت اليوم مشاتل 7 ابكار من المتابعين، واقول لكم كلكم على راسي. يا رب ان شاء الله استمتعتوا بهذا الفيديو. ان شاء الله اتواصل وياكم ولو الجو حار، بس انتوا عزاز علي. طبعا اشتريت ثيل يبيع 3 قطع كبار ب2000 دينار، يعني متر كامل ب2000. ثيل هندي. عندي شوي يصير يعني فراغات، فانتوا اذا بالحديقه عندكم فراغات اشتروا كم قطعه ولزقوها وفي مال الله. يلا عيوني، الله يحفظكم. اخوكم ابو مستار طالب العزاوي.